السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوان والأخوات الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا، الحلقة ديال 25 في شهر تسعود. غادي نطرقوا لعدة أخبار، الكثير منها ما محطوطاش في العناوين، وغنمشيو نتكلموا على رسميا باي باي الطابع في الباسبور في المطارات ديال إيطاليا، لأنه جوج ديال المطارات غيبداو بها وغيتعمم هذا القرار على جميع المطارات، ولكن ما غيكونش فقط قرار باش يسرعوا المرور من الديوانه، ولكن حتى من اجل المراقبه. الناس اللي كتطول في المغرب حدوا ريوسكم، هذا الشيء اخوان راه كيخصكم. غنتكلموا على البنك الاوروبي المركزي يوصي الاوروبيين انهم يحتفظوا بالكاش في ديورهم، على الاقل تكون عندك واحد 70 اورو كاش في الدار، ما تعولش نهائيا على الكارطه. وغنفسر لكم علاش قالوا هذا القرار وشنو هي الاسباب. كيف ما انه غادي نتكلموا على موضنا، مواطن مغربي هو الثالث منذ بداية السنة عرف هذا السجن بوحده. ديجا في شهر واحد مات مغربي عنده 27، في شهر جوج مغربي آخر عنده 27، ودابا مغربي ثالث 24 سنة كينهي الحياة ديالو، الله يرحمهم. وغنمشيو نتكلموا على ميلوني والدولة الفلسطينية، اشنو قالت في الأمم المتحدة، اشنو قال عباس أبو مازن، وكذلك تفاصيل أخرى على القضية ديال غزة وأسطول الصمود العالمي. في حين أنه غادي نتكلموا على واحد الخبر اللي هو بمثابة فضيحة كانت وقعت في السنوات الماضية، والسيدة اللي دارت هذه الفضيحة حاليا خرجت من السجن، دوزت غير عامين في عوض 6 سنين ونص اللي كانوا حكموا عليها بها. ولذلك حاليا كيلقي له القال حول هذه القضية اللي كتجينا من مدينة براتو. وغنمشيو نتكلموا كذلك على العالم اللي كيعتمد عليه ترامب فيما يتعلق بالفكرة ديالو حول الباراتشيتامولو، التاكيبيرينا والنساء الحوامل. هذاك العالم تبين انه ايطالي، غنشوفوا اشنو تيقول. صراحة داك الشيء اللي كيقول مخالف لداك الشيء اللي كيقول ترامب. غنشوفوا التفاصيل. وكيف ما العاده كنبغي نشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم للقناة، والناس اللي ما مشتركاش اشتركوا باش تبقاو توصلوا بالجديد ان شاء الله. في هذه الفقرة يا إخوان غادي نتكلموا على قرار اللي هو مهم وتاريخي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمنطقة ديال شينغن. وهذا القرار راه ماشي زعما كاين غير تحسين في الخدمات، ولكن غتكون عنده عواقب كذلك من الناحية القانونية للناس اللي ما كتحترمش القانون. يعني كنتكلموا من هنايا لواحد جوج ديال الأسابيع في إيطاليا، بالتحديد المطار ديال روما فيوميتشينو وكذلك ميلانو مالبينسا، المواطنين اللي جايين من خارج المنطقة شينغن، يعني خارج الاتحاد الأوروبي بما فيهم المواطنين المغاربة، ما غيبقاوش يطبعوا لهم الباسبورات بهذاك الطابع اللي فيه المداد. يعني ما غتبقاش الامور يا اخوان تقليديه، غيولي كل شيء بطريقه اوتوماتيكيه. غتولي تلقى واحد الاله اللي فيها حساس كيقرا الباسبورات البيومتريه بحال الباسبور المغربي، فيها التكنولوجيا. مني كيقراهم راه كيطلعوا ليه عده اشياء، من بينها البصمات، من بينها الصوره، وكذلك المعلومات. الاستخدام ديال هذا النظام الجديد غيكون بهذه الطريقه، الواحد كيحط الباسبور ديالو في هذه الاله وكيدوز من واحد الباب، وكيف ما كتشوفوا معايا هذه الرسمه، كدوز الباب الاول، الباب الثاني كاينه واحد الكاميرا اللي كتقارن الصوره ديال السيد اللي دخل بالصوره اللي كاينه في الباسبور البيومتري. الا كانت الامور كلها مزيانه الشخص راه كيدوز، اما الا كان الشخص كينتحل شخصيه اخرى والتصويره اللي كاينه في الباسبور ماشي هي الصوره اللي التقط للسيد اللي داز، فراه انذاك ربما يا اخوان كيكون التدخل ديال رجال الشرطه. ولذلك ابتداء من 12 شهر 10 الناس ما غيبقاوش يطبعوا لها في الباسبور. هذه العمليه غادي تكون في مرحله ابتدائيه في هاد جوج ديال المطارات، ولكن غيتم التعميم ديالها على 29 بلد اللي هي داخله في المنطقه ديال شينغن، باش ان شاء الله من هنايا ل10 في شهر 4 ديال سنه 2026، من هنا لواحد 6 شهور، جميع المطارات الايطاليه غيكون فيها هذا السيستم، وجميع المطارات الاوروبيه. بخلاصه العباره هذا النظام دار لعده مسائل. اولا ما يبقاش السيرفيس بزاف، وتولي المرحله ديال الكونترول سريعه، في عوض ما انه تبقى تصف وكيكون الكونترول وطبعوا عده مسائل، غتولي تحط الباسبور ديالك على ديك الزجاجه. يعني كنتكلموا يا اخوان على مسائل بحال هذا النوع كيف ما كتشوفوا معايا، وكاينه واحد الكاميرا اللي قدامك. المهم الامور سهله وبسيطه للغايه. من غير انه غادي تولي العمليه سهله، غادي يقلوا من الامكانيه انهم يدوزوا ناس اللي هما حارقين بوثائق اللي هي مزوره، وكذلك الناس اللي كتجلس اكثر من الحد ديالها خارج الاتحاد الاوروبي. ولذلك اللي مغربي غيكون عنده باسبور بيومتري غيقدر انه يدوز بسرعه،
اللي جاي من دوله اخرى ما عندهمش هذا النوع ديال الباسبورات، فراه بطبيعه الحال غيبقى دائما واحد البيرو او جوج اللي كيطبعوا بالطريقه التقليديه. ولكن هذه المعلومه ديال انه غيعرفوا الناس اللي كتجلس اكثر ما هو مسموح به، صراحه غنشوفوا من هنا لقدام كيفاش غيتم التفسير ديالها. واش كيتكلموا على الناس اللي عندهم بيرميسو ديال السوجورنو وما خاصهمش مثلا الا عندك فيه عامين ما تفوتش عام في المغرب، الا عندك فيه عام ما تفوت 6 شهور، الا هو ديال ديما ما تفوتش عام، لانه الا فتي عام وهو عندك ديال ديما ملي كتبغي تجدد كيديروا لك عراقيل. كاين بزاف ديال الناس ملي كيمشيو يجدوا ما تيقولوا لهم حتى شي حاجه، وهو راه دوز عامين في المغرب بلا ما يدخل، ولكن بهذه الطريقه واش غيوليو يقشعوهم ويديكلاراو في السيستم، لانه انت ملي كتدخل سواء بالطريقه التقليديه او بالطريقه الجديده راه ما تيقولوا لك حتى شي حاجه في الديوانه. يعني واحد اللي جالس عامين في المغرب بلا ما يدخل نهائيا ما كيقولوا ليه والو، غيولي عنده مشكل نهار اللي غيمشي يجدد، غيولي ربما يطلع في السيستم ما غيبقاوش يطلبوا منك انا داك الطبعه ديال الباسبور وسير جيب فوتوكوبي ديال اي ورقه فيها واحد الكاشي، ولكن غتولي عندهم المعلومات رقميه. المهم الواحد كيف ما تنقولوا دائما يحترم هاد التواريخ. عندك بيرميسو فيه عام جلس 6 شهور في المغرب ودخل ما تفوتهاش، عندك بيرميسو فيه عامين جلس عام، عندك بيرميسو ديال ديما او ديال 10 سنوات جلس عام ما تفوتوش، دخل قبل ما يكمل العام، لانه الا فتي العام غادي تلقى مشاكل. اما الناس اللي هي داخل المنطقه ديال شينغن هذوك اصلا ما كيطبعوش لهم في الباسبور. وفيما يتعلق بالبيرميسو ديال السوجورنو الا كان عندهم ديال 10 سنوات راه بامكانهم انهم يبقاو مثلا في فرنسا المانيا بلجيكا الى غايه 6 سنوات. انا ذاك راه غيكونوا لقاو شي حل في هذوك البلدان وغيروا الوراق ديالهم الى اوراق ديال هذاك البلدان، والا ما كانوش غيروها راه خاصهم لا بد ما يدخلوا قبل ما تكمل ديك 6 سنين. في هذه الفقرة يا إخوان غادي نتكلموا على واحد من أكثر الأخبار تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، الوصية اللي كتجي من البنك الأوروبية المركزية واللي كتوصي المواطنين الأوروبيين أنهم يحتفظوا بالعملات النقدية في المنزل ديالهم. كنتكلموا على الكاش. في واحد التقرير اللي خرج يحمل العنوان ديال كيب كالم اند كاري كاش، يعني تكالما وخلي معك الكاش، كيعلموا المواطنين الأوروبيين من الأحسن أنهم يحتفظوا بواحد 70 أورو على الأقل في الدار ديالهم في حالة ما أنه كانت أزمات. 70 أورو اللي غيقدروا أنهم يلبيوا الحاجيات ديالهم في غضون 72 ساعة اللي غادي تكون من بعد ديك الأزمة. ولذلك الواحد حتى لو وقعت شي حاجة ما يلقاش راسو اون بان وما عندوش الفلوس. وبطبيعة الحال هذا التقرير اللي هو طويل وفيه بزاف ديال التفاصيل اللي كيتبين هو أنه خرجوه من بعد إخوان 4 ديال الأزمات اللي غنمشيو نتكلموا عليها. وهنا كل واحد اشنو تيقول. البعض غيقول لك مادام كيخرجوا في هاد التقارير وكانت ديجا حاجه الحبيب اللي هي مسؤوله على الامن في المفوضيه الاوروبيه خرجت تقرير في شهر 3 اللي داز، دارت لنا الكيت ديال البقاء على قيد الحياه، واحد 13 حاجه اللي خاصها تكون عندنا، من بينها الفلوس كاش في حاله ما انه كانوا فيضانات، زلازل، طاح السيستم او النظام الاوروبي، وقعات شي مشكل، كانت حرب. المهم ديجا تكلمنا عليه اخوان داك التقرير وقلنا بلا انه الواحد ما خصوش يتخلع، ولكن كدوز 6 شهور وكتخرج البنك الاوروبيه المركزيه بتقرير كيتكلم على نفس الموضوع وكيقول الناس احتفظوا بالكاش. هنا كاين اللي غيقولوا بلا انه اوروبا كتستعد لشي حاجه وربما توقع شي حاجه، وكاين اللي كيقولوا بحكم هذاك الشيء اللي وقع واللي حطوه في هذا التقرير راه من الاحسن انهم ينصحوا الناس يخليو عندهم الكاش، لانه الا خليتي عندك الكاش ووقعت شي حاجه راه ينفعك، ما وقعت حتى شي حاجه راه كاين تقدر توقف عليه. نمشيو نشوفوا هاد 4 المسائل اللي عليها يا اخوان خرجوا هاد النصيحه. اولها هي الازمه يا اخوان ديال اليونان، ازمه الديون اللي كانت في سنه 2015، والصوره اللي هي كنعقل عليها انا وجاتني في الذاكره ديالي مني قريت هذه المعلومه هي الصوره ديال الرجل اليوناني اللي هو كبير في السن، لوقيته اللي انفجرت الازمه في اليونان وكانت غادي دير افلاس لولا التدخل ديال الاتحاد الاوروبي، غيمشي للكيشي باش يشري الفلوس ديال التقاعد، والكيشي غيقول ليه ما كاين حتى شي حاجه، غيجر لاكارت وغيبدا يبكي. وكانت هذيك الصوره هي من بين الصور اللي تشهرات بها الازمه اليونانيه. كاينه كذلك الازمه ديال الكوفيد، وكذلك الغزو ديال روسيا لاوكرانيا سنه 2022، وكذلك الانقطاع ديال الطاقه الكهربائيه في اسبانيا والبرتغال شهر 4 اللي داز. هذه النقطه الاخيره بالتحديد هي اللي خلات انه البنك الاوروبيه المركزيه تقول للناس خليوا الفلوس عندكم في الدار، لانه في اسبانيا والبرتغال ملي تقطع الضوء شي بلايص بقى مقطوع عليهم 22 ساعه، 22 ساعه بلا ضوء، الانترنت ما خدامش، حتى شي حاجه ما خدامه، حتى النظام ديال الخلاص بلا كارت ما بقاش خدام. اللي عنده الكاش قدر انه يقضي الغرضات ديالو، اللي ما عندوش الكاش بقى بلا حتى شي حاجه.
نفترض انه كان شي حاجه الله يستر في اوروبا اللي غادي تدوم اكثر من 22 ساعه، الناس اش غادي دير انذاك؟ ولذلك هنا علاش كيقولوا للناس خليو معكم الفلوس كاش على الاقل 70 اورو. في حاله ما انه وقعت شي حاجه بحال داك الشيء اللي وقع في اسبانيا والبرتغال، تلقاو الفلوس اللي تقضيو بها الاغراض ديالكم والحاجيات ديالكم. لانه كيف ما قالت الحاجه الحبيب في هذاك الفيديو الشهير، الكارطه ديال البنكه كتولي بلاستيكه لا معنى ولا دور لها، يعني ما عندها حتى شي قيمه. الفلوس كاش دائما عندهم القيمه. وبطبيعه الحال هنا يا اخوان كاين اللي كيستعمل غير الكاش من المستمعين، وكاين اللي كيستعمل فقط الكارطه. انا كنت ما بين الناس اللي كيستعمل فقط الكارطه، والكاش ما كانش كيدور عندي نهائيا في الدار. مؤخرا غيرت يا اخوان، ولذلك وليت كنستعملهم بجوج. ولكن النصيحه اللي نقول لكم هو انه الواحد يحتفظ دائما بواحد الكميه ديال الفلوس. ما كنتكلمش على 70 اورو، بل اكثر منها وبكثير. الى عنده الواحد يحتفظ بواحد الكميه في الدار، 1000 اورو 2000 اورو الوقت والزمان. راه بعض المرات كتوقف على الفلوس، تقدر مثلا تمشي للكيشي يخرج لك غير 600 ولا 500 وكيقول لك راك وصلتي للحد ديالك اليوم، وانت محتاج اكثر من 500 ولا 600. ولذلك كضطر انه تسلف ولا تسنى حتى الغد ليه ولا حتى نهار الاثنين الا تصادفتي مع السبت والحد. ولذلك الواحد دائما يحتفظ بالكاش. اخر حاجه غنتكلموا عليها هو انه هذا الشيء اخوان ديال النصائح الناس كيخلعهم شويه بحكم كذلك الازمه اللي كاينه حاليا، واللي الاعلام الغربي كيضخمها لواحد الدرجه كبيره. حاليا راه كاينه واحد الازمه ما بين روسيا والدول الغربيه. علاش؟ لانه كيلقاو درونات، وهذا الشيء راه كيوقع غير في الساعات الاخيره، غير البارح هو البارح كيلقاو درونات كطير بجانب مطارات، درونات اللي ما كبيراش بزاف. روسيا كتنفو كتقول بلا انه دوك الدرونات ما دياولهاش، ولكن النتيجه هو انه الخبار كتضيع والمطارات كيتحبسوا، والطائرات كيقولوا لهم ما تنزلوش في هذا المطار وصلوا لمطار اخر. ولذلك كيكون واحد الارتباك وكيكون الامن في خطر. زيد على ذلك روسيا مؤخرا كيتهموها بانه بالطائرات الحربيه ديالها كتدخل المجال الجوي ديال حلف الناتو وكتطفي الرادارات ديالها وكتبقى تدور. ولكن هذه المعلومه روسيا كتقول لك غير صحيحه، والمجال الجوي اللي كنطروا فيه هو مجال جوي غير تابع لحلف الناتو، في حين انه دول حلف الناتو راه كتقول لك لا. وزيد على ذلك راه خداو قرار مؤخرا، يعني هذه تقريبا واحد الاسبوع، باش انه طائرات بريطانيه نرويجيه المانيا وكذلك ايطاليا غتولي تحرس الحدود الشرقيه ديال حلف الناتو اللي محاده مع اوكرانيا باش ما يبقاوش رواسي يدخلوا. وروسيا اليوم، وهذه غير الهضره ديال اليوم، كتقول لهم الا مشيتوا تطيحتوا واحد الطائره اللي هي حربيه روسيه غادي ندخلوا في حرب مباشره مع حلف الناتو. ولذلك كنتكلموا على واحد تشنج كبير اللي كاين على المستوى الاوروبي. الكلام ديال جورجا ميلوني البارح كيأكد هذا الشيء. جورجا ميلوني مني مشات تكلمات في الامم المتحده، وغنطرقوا لهذا الموضوع بوحدو، قالت لهم حنا كنلقاو ريوسنا ما بين الحرب وما بين السلام. بطبيعه الحال هذه غير نصيحه، والواحد يا اخواني يدير بها ويحتفظ بشي حاجه في الدار اللي تكون نقد، ما يبقاش دائما يستعمل لاكارت. في هذه الفقره يا اخوان غادي نرجعوا نتكلموا على السجون الايطاليه، وغادي نرجعوا نتكلموا على واحد السجن اللي ديجا طرقنا ليه في البدايه ديال هذه السنه، هو السجن ديال مدينه مودينا لسانتانا. هنا يا اخوان يوم الاربعاء الماضي مع 8 ديال العشيه غيتوفى مواطن مغربي عنده 24 سنه. نهى الحياه ديالو من بعد ما انه شنق راسو في الزنزانه اللي كان مشدود فيها. وكنتكلموا على انه هذا هو الانتحار رقم 62 في ايطاليا منذ بدايه السنه، هو الخامس فقط في السجن ديال مدينه مودينا منذ بدايه السنه. وغير من نبدا العام الى غايه اليوم في السجن ديال مدينه مودينا هذه هي الحاله الثالثه ديال المواطنين المغاربه اللي كينتحروا. لانه نهار 6 في شهر واحد مع بدايه السنه مواطن مغربي كنا تكلمنا عليه عنده 27 عام كان الحياه ديالو داخل السجن، في حين انه نهار 4 في شهر 2 شهر تقريبا من بعد مواطن مغربي اخر حتى هو عنده 27 سنه كانت عنده مشاكل نفسيه، حتى هو يا اخوان غادي ينهي الحياه ديالو بواحد لوفيردوز ديال الادويه. الله يرحمهم كاملين والله يغفر ليهم والله يصبر العائلات ديالهم. كنتكلموا على واحد الازمه اللي هي يا اخوان متواصله، والحكومه مازال ما لقاتش حلول. واخا يعني كيتكلموا على انه غيبنيو سجون جديده، الا انه راه كيف ما كتشوفوا معايا السجن ديال مدينه مودينا بوحدو مشدود فيه ما يناهز 580 ساجين، والاماكن اللي كاينه البوست ليتو راهم 371، يعني 371 والسجناء 580، في حين انه رجال الشرطه والموظفين ديال السجن العدد ديالهم 225 وخاصهم يكونوا 300 باش يقدروا انهم يحرسوا هاد الناس وحتى هما ما يتعرضوش للستريس. راه السنه الماضيه
6 ولا 7 من رجال الشرطه ديال السجون كانوا انتحروا بسبب ستريس اللي كيخدموا فيه. كنتكلموا على انه هذه الوضعيه راه ماشي وضعيه فقط كاينه في مدينه مودينا، ولكن طاليا كامل، لانه الاسره في السجون الايطاليه العدد ديالها 46560، ولكن السجناء راهم 63136. يعني فايتني يا اخوان الرقم اللي مسموح به بتقريبا 16000 ولا 17000 سجين، في حين انه رجال الشرطه ديال السجون اللي ناقصين وما مخدمينهمش راهم 20000، خاصهم يوظفوهم باش تكون الامور مزيانه. لا اله الا الله. البعض غيقول لك ما ديرش، ما كاينش اللي غيوصلك هذه الاماكن، متفق معاكم، ولكن الدنيا صعيبه. كاين اللي كتحطوا الحياه في ظروف اللي هي صعبه، وكاين اللي كيمشي لهذا الشيء برجلو. حنا يا اخوان هذا ماشي الموضوع ديالنا، ولكن كيف ما كان الحال الواحد الا كان غادي يدير شي حاجه وغيتحاسب عليها كيف ما تيقول القانون، على الاقل يكون مسجون في مكان اللي فيه شويه ديال الانسانيه، ماشي في ظروف صعبه في الاخر كتخليهم انهم ينتحروا. في هذه الفقره يا اخوان غادي نتكلموا على قضيه اللي كانت انفجرت 7 سنين هذه في ايطاليا، وانا ذاك كان كل شيء كيتكلم على واحد الفضيحه من العيار الثقيل، لانه السيده كانت شهرات بزاف بداك الشيء اللي دارت، وكانوا كيتكلموا عليها في الراديو في التلفزيون في الصحف، وناقشوا يا اخوان هذه الحاله. المهم اللي كاين هو انه واحد السيده اللي كانت خدامه مساعده طبيه اوس كانت كدوز للسويع لواحد الدري اللي هو يا صغير، كانت عنده 13 عام، من بعد ولات عنده 14 عام، كان كيسكن حداها وكانت كدوز ليه السويع ديال الانجليزيه. وفي نفس الوقت هذاك الدري كان كذلك كيلعب في نفس الباليسترا اللي كيلعب فيها الابن ديالها هيايا. المهم هو كان كيمشي يدوز عند السويع في الدار. اللي غادي يوقع هو انه هاد السيده اللي عندها 37 سنه غادي تحمل وغادي تولد من هذاك الدري اللي عنده 13 عام 14 عام. ما غاديش تقول الزوج ديالها حتى شي حاجه، اللي كان مقتنع بالله انه الابن راه ديالو، ولكن القضيه غادي تنفجر من بعد وغتتم المتابعه ديالها. في الاخر يا اخوان غادي يتم الادانه ديالها غير عامين هذه، لانه راكم عارفوا المحاكم الايطاليه شحال طويل فيها المسار. غادي تتم الادانه ديالها ب6 سنين ونص ديال الحبس، هذا الشيء عامين. بالامس وهذا هو الخبر اللي كيداولوه كثيرا، هاد السيده غادي تخرج من السجن وغادي تولي حره طليقه، من غير انه عندها منصب ديال العمل اللي غادي تولي تمشي تخدم فيه. يعني غتولي تخدم بارت تايم وترجع للدار ديالها عند العائله ديالها. واخا كانت واحد الخيانه زوجيه، واخا كان حمل وولاده، الزوج ديالها قرر انه يبقى بجانبها، وقرر انه هو اللي يعتني بالطفلين اللي عنده. طفل عنده 16 عام والطفل الثاني اللي ماشي ولده عنده 7 سنوات. المهم هاد السيده كيفاش حتى خرجات، كانت ديجا في شهر 2 اللي داز دفعات واحد الطلب للمحكمه باش انه يعطيوها الحبس ديال الدار وما تبقاش في السجن اللي كاين في مدينه فيرنس، ولكن المحكمه رفضت، لانه بالنسبه للمحكمه هاد السيده ما عمرها ما عرفات بالفجاعه ديال داك الشيء اللي قامت، وما عمرها ما عطات القيمه الحقيقيه للافعال ديالها اللي دارت. يعني دائما ما كانت كتشوف بانه داك الشيء اللي دارت راه ماشي شي حاجه اللي هي خطيره، ولهذا السبب رفضوا لها الطلب ديالها. الا انه غادي يعاود الاخوان المحامي ديالها يدفع لها طلب اخر في الاسابيع الماضيه، والمحكمه قبلاته. واللي غير هذه المره القرار ديال المحكمه هو انه هاد السيده جابت كونطرا ديال الخدمه بارت تايم مع واحد الكوبيراتيفا اللي غتمشي تخدم فيها اوس، وغتمشي تخدم في المنازل ديال المسنين اللي محتاجين الرعايه نص نهار، وغادي تمشي عند العائله ديالها. ولكن هاد الفتره اللي بقات ليها من العقوبه السجنيه غادي تكون دائما تحت البروفا ديال الخدمات الاجتماعيه، المساعده الاجتماعيه ديال البلديه ديالها اللي هي بلديه براتو. ولذلك النقاش اللي كاين دابا حاليا، وهذا الخبر علاش كتشهر بزاف، هو كيفاش انه واحد السيده اللي اغتصبات طفل اللي عنده 13 عام 14 عام كانت كتبزز عليه شي مسائل، ومني تحاكمت عطاوها 6 سنين و7 شهور، ومع ذلك دوزت منها غير عامين وخرجت. التعامل اللي تعامل معها القضاء، وهذا هو السؤال اللي كيتطرح، واش كان نفسه غيكون لو كان الجنسين مختلفين؟ كون كان السيد اللي كيدوز السويع راجل واللي كيدوز السويع بنت ماشي ولد، كنتكلموا على السيد عنده 37 عام ودريه عندها 13 عام، واش الحكم القضائي كان غيكون 6 سنين ونص؟ واش كذلك كان غادي يدوز منها غير عامين ويخرج؟ هذا هو بطبيعه الحال الاخوان النقاش. اما المحامي ديالها النقاش اللي تيقول راه مختلف، وكيحاول انه يكون شويه فلسفي، لانه قال لك حنا القانون الايطالي كيعامل الاطفال بواحد النظره اللي هي قديمه بزاف، سواء مني كيكونوا متهمين او مني كيكونوا ضحايا. لانه ما يمكنش انه في الطاليان واحد كيقترف واحد الجريمه وحيت عنده 13 عام و9 اشهر ما كتمش المحاكمه ديالو ولو انه يقتل. وكاين شي افعال اخرى اللي كيديروها يديرها على 17 عام ونص،
كيعاملوه كمعامله قاصر، ماشي بحال دارها واحد اللي عنده 18 يوم ونهار. ولذلك هذا المحامي تيقول لك خاص الامور تغير فيما يتعلق بالنظره ديال القانون للقاصرين. صراحه من واحد الناحيه عنده الحق، ولكن في هذه القضيه بالتحديد ما عندهاش حتى شي علاقه، لانه هذه السيده مذنبه. ولو انه القانون يشوف الاطفال بنظره اخرى، راه هذيك الساعه كان عندها 31 عام والدري كان عنده 13 عام، راه ما مقبولاش نهائيا الافعال اللي دارت. في هذه الفقره يا اخوان غادي نتكلموا على الاخبار اللي كتجي من القطاع ديال غزه، وغنشوفوا بزاف ديال المعلومات، من بين هذاك الشيء اللي قالت جورجا ميلوني اثناء الكلمه ديالها في الامم المتحده. دابا حاليا راه جميع الرؤساء ديال الدول وقاده ديال العالم كيمشيو للامم المتحده لانه كاينه الجمعيه العامه وكيعطيو الكلمه ديالهم. البارح في الليل عطاتها جورجا ميلوني، اليوم تكلم عباس اللي هو يا ابو مازن رئيس السلطه الفلسطينيه اللي كاينه في الضفه الغربيه، وغنشوفوا الاشياء اللي قالوا. جورجا ميلوني قالت بلا انه اسرائيل ما عندهاش الحق انها تمنع انشاء واحد الدوله فلسطينيه، وماشي من حقها انها تاخذ اراضي في الضفه الغربيه بهدف اعاقه انشاء دوله فلسطينيه. وقالت بلا انه اسرائيل زادت فيه بزاف واستعملت القوه اكثر من اللازم في القطاع ديال غزه، وبلا انه خاص تحبس الحرب وتكون واحد الهدنه، ومستعده انها تعترف بدوله فلسطينيه بالشرطين اللي كنا ديجا تكلمنا عليهم، هو اطلاق الاسرى اللي كاينين عند حماس، وكذلك دوله فلسطينيه بدون حماس. حماس اللي براسي اخوان في هذه الساعات قالت بلا انه مستعده تقبل اي مقترح ولو انه يكون فيه انها تسمح في السلطه فيما يتعلق بغزه، يعني مستعدين انهم يسمحوا في السلطه ويتنحاو عليها وما يحكموش غزه، ولكن حول السلاح غادي نشوفوا واش الامر غادي يتغير او لا، حيت حماس الحدود الساعه كتقول بلا انه السلاح خط احمر ما يمكنش لنا اننا نسلموه، في حين انه ابو مازن قال بلا انه الهجوم ديال 7 اكتوبر لا يمثل الفلسطينيين، وبلا انه خاص دول العالم تعترف بالدوله الفلسطينيه، جميع الدول ديال العالم، وكيتمنى انها تكون واحد الدوله فلسطينيه وغزه تكون جزء منها، يعني ماشي غادي يديروا غير الضفه الغربيه فقط. قال بلا انه يطمح انه يشكل واحد الدوله اللي هي عصريه بدون جيش، يعني دوله بدون سلاح، اللي بطبيعه الحال الامن ديالها غادي تسيروا اسرائيل. وهذا الشيء كنا كنقولوه منذ بدايه الحرب، راه الا كان شي حل غادي تكون دوله فلسطينيه واللي غادي يكون مسير الامن ديالها هي اسرائيل. يعني الامور ما غاديش تغير على داك الشيء اللي كاين حاليا. ترامب راه ديجا كان تلاقي اخوان مع دول عربيه ومسلمه، من بينها قطر، تركيا، باكستان ودول اخرى، وبين لهم واحد مقترح اللي من بين الاشياء اللي فيه ما غيخليش نهائيا اسرائيل تسيطر على الضفه الغربيه. هذا الوعد ديال ترامب للدول العربيه والمسلمه، وكاين تقريبا نقط اخرى اللي هي 20 بينها الدول العربيه، وقال بلا انه كان حولها واحد الاتفاق، وهذه النقاط اليوم غيعرضهم كذلك على نتنياهو. وديجا ترامب قال بلا انه نتنياهو راه عارفنا اشنو باغين، ولذلك نتمنوا يا اخوان انهم يوصلوا لواحد الحل وتكون نهايه ديال المعاناه ديال الشعب الفلسطيني اللي كاين في غزه. من جهه اخرى غادي نتكلموا كذلك على الفلوتيه اللي هي يا اخوان اسطول الصمود، اللي حاليا راهم تلاقاو مع شي سفن اللي جايه من اليونان، وفي التوتال السفن اللي حاليا متجهه نحو غزه راه يقدر العدد ديالها باكثر من 50 سفينه، اللي الحجم ديالها بطبيعه الحال يا اخوان صغير، وكاين اللي صغيره ولكن كبيره شويه بحال هذه اللي في الصوره، هذه راه من اكبر السفن اللي كاينه في اسطول الصمود. ولذلك كاين سفن اللي هي صغيره، داك الشيء علاش غادي معطلين، راه الابحار صعيب وصعيب بزاف. الحاجه الاخيره هو انه اسطول الصمود تعرض لواحد الهجوم في الليالي الماضيه، البارح والبارح. لهذا السبب ايطاليا رسلات واحد السفينه حربيه، ماشي من اجل الدفاع عليهم ولكن من اجل المساعده ديالهم الى وقع لهم شي مشكل، غادي تبقى غاده بجنبهم، الى وقعت شي حاجه غادي تدخل. نفس الشيء دارت اخوان كذلك اسبانيا، واليوم ايطاليا صيفطات السفينه الثانيه. يعني في التوتال هذا الاسطول راه غادا حارسينه 3 ديال السفن، 2 ايطاليات ووحده اسبانيه. سالفيني تيقول بلا انه هذا الاسطول كيكلف الايطاليين الملايين ديال الاورو بحكم انه غيمشيو يحرسوه. زيد على ذلك جورجا ميلوني قالت بلا انه عديم الفائده والناس اللي كينظموه غير مسؤولين. يعني هاجمات اسطول الصمود في حين انه وزير الدفاع الايطالي قال لهم ممكن انكم تسلموا المساعدات ديالكم الى قبرص، وكنت واعد انني نوصلها للقطاع ديال غزه، ولكن راه ربما ما فهموش الرساله هو كسر الحصار. هذه هي الجمله الوحيده. المساعدات اللي غادن بها راها قليله وقليله بزاف، يعني كنتكلموش على انهم غادن بالمساعدات راه غادن على قبل باش يوصلوها، راه غادن من اجل كسر الحصار، باش هذاك الحصار اللي حاليا كاين على غزه
خاصو ينتهي وخاصو يسالي، ماشي علاقه بالمساعدات. هما كون بهم المساعدات غيديروا شي حلول اخرى باش يلوحوها من الطيارات بمساعده دول اخرى، ولكن الهدف راه هو الحصار ما يبقاش. وهذا الشيء اللي ربما اليمينيين في الطاليان ما باغينش يفهموه. المهم اللي كاين هو انه هذا الاسطول راه مستمر. الوزير ديال الدفاع الايطالي كيقول بلا انه ممكن اننا نساعدوهم، ولكن كيف ما كان الحال الى وصلوا الحدود البحريه الاسرائيليه راه ما نقدروش نتدخلوا وما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. ولكن الحدود الساعه راهم مازال في مياه دوليه، ومع ذلك كيتعرضوا لهجمات متكرره في الليل باستعمال درونات. فهاد الفقره يا اخوان غنرجعوا نتكلموا على واحد الموضوع اللي تطرقنا ليه الايام الماضيه. الرئيس الامريكي ترامب كان حذر النساء من الاستعمال ديال باراتشيتامولو اللي هو يلتاكيبيرينا او دوليبرام في المغرب اثناء الفتره ديال الحمل. وترامب راه قال هاد النصيحه تقريبا شي 12 مره مؤخرا، يعني الوقيته اللي حسبوا لي شحال من مره قالها تقريبا شي 12. بطبيعه الحال ترامب ما غايقولش هاد الهضره من راسه، جايبها من شي بحث علمي. البحث العلمي اللي كيدوي عليه ترامب ها مولاه هذا اللي كتشوفوه في الصوره. وشوفوا معي اخوان الصدف تبين بلا انه ايطالي، قرا في مدينه بيروجا، قرا في طورينو وفي ميلانو، ومن بعد اخوان حاليا خدام وكيترأس واحد الجامعه الصحيه اللي كاينه في هارفارد. اللي كاين هو انه هذا السيد ما دارش واحد البحث علمي خاص به، الا انه البحث العلمي ديالو هو وجامعه اخرى مشاو خداو 46 بحث علمي اللي داروا على هذا الموضوع ديال تاكيبيرينا اثناء الحمل. خداو هاد 46 بحث ودرسوهم، وهذه عمليه اللي كدار. النتائج بالنسبه ليه هوايه على حسب ما كيتبين هو انه كاينه واحد العلاقه ما بين الاضرار اللي كتكون عصبيه عند الاطفال او التوحد وعند الامهات ديالهم الى خداو التاكيبيرينا، خصوصا في الاسابيع الاخيره ديال الحمل. هذا الشيء اللي بين ليه البحث اللي دار. ولكن مقارنه بالرئيس الامريكي اللي كيأكد بلا انه كاينه علاقه وصله مباشره ما بين هذا الدواء والتوحد، هو براسو تيقول لك لا، خاصنا الحيطه والحذر وخاصنا ابحاث علميه اخرى باش نقدروا ناكدوا بطريقه رسميه انه كاينه واحد العلاقه مباشره ما بين هذا الدواء الى تخاد في فتره الحمل والتوحد. بطبيعه الحال البحث اللي دار تكلم عليه بطريقه اللي هي كبيره، ولكن انا غنمشي لكم النقاط اللي هي مهمه، الا وهي السؤال اللي غيطرحوه الناس بزاف. هو دار هذا البحث في النظر ديالكم لوقيت اللي سولوه الى امراه حامله مرضات بالسخانه اشنو خاصها دير؟ الجواب ديالو كان كما يلي: خاصها تاخذ تاكيبيرينا الاقل مده ممكنه، يعني ما تطولش فيها، واقل دوزاج ممكن، يعني اقل كميه ممكنه، ودائما تحت المراقبه ديال الطبيب ديالها. يعني حتى هو تيقول الطبيب ديالك هو اللي غيعرف اشنو غيعطيك، ولكن حتى الى استعملتيها استعمليها بطريقه اللي هي ما تضركش وما تضرش الصحه ديال الجنين. هذا الشيء على حسب البحث ديالو هويا اللي مقتنع به. زيد على ذلك تيقول بلا انه الحدود الساعه في العالم ما كاين حتى شي دواء مرخص للاستعمال في حاله السخانه للنساء الحوامل من غير التاكيبيرينا، يعني هو الدواء الوحيد اللي كاين. وكيقول دائما بلا انه المراه الا جاتها السخانه خاصها لا بد ما تنزلها، ما يمكنش انها تقول لا ما ناخذش تاكيبيرينا، لانه السخانه كتشكل خطر على الصحه ديالها هي كأم وخطر كبير جدا على الجنين، ولذلك خاص لا بد ما تاخذ تاكيبيرينا. يعني السيد اللي هو يمول هذا البحث في الاخر تيقول لك تاكيبيرينا هي الحل الوحيد، ولكن النقطه الاخيره هي اللي غادي تصدمكم. هذا السيد في سنه 2023 على حسب ما كتقول صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه كانوا اعتمدوا عليه العائلات اللي عندهم اطفال فيهم التوحد، اللي كانوا دفعوا قضيه على الشركه اللي كتصنع الباراشيتامولو في ميريكان واتهموها بلا انه الابناء ديالهم عندهم التوحد بسبب الدواء اللي كتصنعوا واللي الامهات ديالهم تناولوه اثناء الفتره ديال الحمل. الا انه باش ياكدوا هذه الاتهامات خاصهم ابحاث علميه. شكون اللي غيدير لهم هذا البحث العلمي؟ غيديروا اليوم هذا السيد اللي في التقرير اللي عطاهم اكد وبطريقه شامله انه كاينه علاقه مباشره ما بين الباراتشيتامولو اللي هو تاكيبيرينا اللي كيتخاد اثناء الحمل وكذلك التوحد. يعني في هذاك البحث اكد يا اخوان بطريقه مباشره. دابا تيقول لك لا، ولكن في سنه 2023 من دار ذاك البحث راه خدا عليه 150 ألف دولار، 140 مليون مغربيه تقريبا، يعني ما دارش داك الشيء فابور. السؤال اللي كيطرح راسو: واش هذا الشيء السيد كيدير فيه لاجل مصالح شخصيه او لاجل مصالح عامه؟ الله اعلم. انا كنعطيكم المعلومات كيف ما هي، ما كنحاولش انني نعطي الراي ديالي، خصوصا انه الراي ديالي في هذه النقطه راه زيرو. ما عنديش نهائيا الكفاءه باش انني نتكلم في مواد اللي عندها علاقه بالطب. كنخليو لهذا الشيء الناس ديال الاختصاص، وكيف ما تنقول لكم دائما الطبيب ديالكم هو اللي تستشيروا منه. هذا الشيء اللي كيدور في الانترنت الواحد ما يعتمدش عليه.
اخر خبر اللي عنده علاقه بالجاليه المغربيه هو مواطن مغربي اللي في الضواحي ديال مدينه طورينو غيدينون شي اخوان صاحب الشركه اللي كان خدام عنده، وعلى حساب ما كتشوفوا من العنوان قال لي مطلعني في المازيراتي ديالو، لاحني في واحد الساحه وقال لي ما تمشيش للسبيطار، ولا مشيت للسبيطار قول لي راني طحت في الدار. المهم هذا المواطن المغربي اللي غنسميوه كيف ما كيسميه الموقع ماشي الاسم الحقيقي، عطاوه الاسم ديال ابراهيم، عنده 43 سنه، وهو في سنه 2022 بالتحديد نهار 13 في شهر 6، وهو خدام مع واحد السيد اللي سايق تراكتور اللي جاري اخوان تيوات اللي كيسقوا بها الاراضي، كيزرعوا البازيليكو والربيع. المهم هما خدامين، السيد اللي سايق تراكتور غيدور على غفله، غيتهز واحد التيو وغيجي المواطن المغربي في دراعه. المهم الضربه كانت خايبه لدرجه انه سال ليه الدم وهو يتلح في الارض. غيجيو الناس ديال الشركه غيديروا ليه لاكوا اوكسجيناطا بحال بيطادين، يعني كتحيد الميكروبات، وداروا ليه واحد الفاصمه. مول الشركه غيطلعوا في الطوموبيل وغيوصلوا لمدينه طورينو. المهم هو في الطريق قال ليه بلا انه ما خصكش تمشي للسبيطار. المواطن المغربي قال ليه لا بدا ما نمشي باش نعرف اشنو اللي عندي. المهم بين ليه بلا انه راه ما عاجبوش الحال، وفي الاخر قال ليه الا مشيتي قول بلا انه راه تعرضت للاذى في المنزل ديالي، الا انه المواطن المغربي غيمشي للسبيطار ومن بعد غيدير شكايه عن طريق المحامي. اللي كيتبين هو انه هذا المواطن المغربي عن طريق الموقع ديال سوبيتو غيلقى واحد لانونشو ديال الخدمه، غيصيفط ليهم، وشهر تقريبا من بعد نهار 8 في شهر 6 غيعيطوا ليه يخدم. نهار 8 في شهر 6 والحادثه غتوقع 5 ايام من بعد. كان خدام بواحد الاتفاق شفاهي، يعني غير الكلمه غنعطوك 7 اورو النهار، ولكن ما عنده لا حقوق ما عنده كونطرا، وحتى الخدمه اللي كان كيدير ما كانوا كيعطيوه حتى شي حاجه من اجل السلامه ديالو. يعني كان صداع بزاف، ما كاينش لي كوفيه، ما كاينش لي كونات، ما كاين حتى شي حاجه. حاليا اخوان الناس تمت المتابعه ديالهم، يعني صاحب الشركه والمسؤول على الامن في الشركه بجوجهم تيقولوا بلا انهم ابرياء، الا انه المحكمه هي اللي غادي تقرر من بعد التقرير اللي دارته النيابه العامه، واللي بين بلا انه كاينه خروقات في هذه الشركه.